بنت بوها هذه قناتي الثانية بعد قناة الزمن الجميل مع هدى. كنت نزلت لكم الفيديو متاع المشتريات ومستلزمات طبخ للشاطئ والأكلات السهلة والسريعة في فصل الصيف. لأنا قلت لكم شنو معناتها زعما تتوقعوا البحر هذاك اللي هبطه لكم بحر مزيان ونظيف نظيف نظيف على الاخر، ما نجم يكون كان في الوطن القبلي. يعاوم مليح، فيه برشا حوت، فيه برشا الحق ما صدناش، احنا ما هزيناش صنارة على خاطر احنا على اساس ماشيين التزركة. بالطبيعة احنا ما بعدناش برشا، هو بحر تزركة ديجا قريب برشا القربة وقريب برشا النابل دار شعبان الفاري. لكن عمنا احنا قبل في البحر هذيك اللي عملته البلدية معناتها مهيئ ومحروس وبالكدا تحفون على الاخر، غارق شوية لمحالة حتى الشط متاعو لكن نظيف بسيف معناتها ما تحفون على الاخر، نظيف على الاخر، العباد باهين معناتها تعوم في امن وامان بالحق. الحراسة موجودة، المدخ ناجور موجود، كل شيء موجود وكذا ومهيئ، ثم ادواش ثم كل شيء. لكن اليوم خيرنا باش نمشيو هكا بحر هكا فيرج كما يقولوا، او سوفاج هكا شويه سامحوني في الكلمه. البحر هذا عجبنا وعاودنا رجعنا له، كان ممتع للغايه. صحيح الويكاند هذايا توقعت انا نمنتج الفيديوهات نتاعي القديمه، قاعدة نمنتج في برشا فيديوهات سواء على قناتي هذه بنت بوها أو قناة الزمن الجميل مع هدى كما اللي تعرفوها الناس الكل. ان شاء الله تكثر برشا هكا بطبيعة المشاهدات وتتنعوش الايام. نعرفوا ما تمرينا الناس الكل بظروف هكا معينة، ما كل واحد وكيفاه جاته، لكن مساش ربي جراها على سلاح بالنسبة للناس الكل. محليه الطقس نرجعوا للنشاط والحيوية والروتينات اليومية امتاعنا. كما تشوفوا هذه ثنية معناتها نابل. كنت هكا نوريلكم هكا، ارجعوا بالفيديو تبعوا بشوية ما عنديش والله ما عنديش وقت باش نفسر لكم مليح ان شاء الله في فيديوهات قادمة معناتها نفسر لكم اكثر دقة. هاني خليت هكا البلايك كما هما. مشينا بطبيعة على الأوتوروت على طريق الوطنية رقم 1، وبعد مشينا على ثنية كأننا باش نمشيو اسمها البيربو رقبة، استغفر الله، لا مش بربو رقبة باش نمشيو لجرام بيليا، كأننا باش نمشيو لجرام بيليا. ومن بعد مشينا هكا بشوية في طريق معناتها قربة، لين مشينا قبل القربة نلقاو تزركة بدينا هكا جميلة، عبادها باهين تحلو فيها الحياة كما تشوف. شوية هكا مازال ثم أشغال معناتها ثم طريق هكا ديما نمشيو عليه ونجيو، ما فهمتش وقتاش باش توفى الأشغال فيه. هكاك للتنويه وبركة ان شاء الله ربي جريها على سلاح. بقينا الكل معناتها بالكدا. كيف بالنسبة للغلة غالية شوية، الكرموس معناتها ما خذيناهوش لمحالة على 20 دينار و15,000، يعني ياسر غالي. فرفقا بناء احنا الصيفة في كل بلاصة، راه مش نحكي على الكابون اكا، في كل بلاصة يعني غالية شوية الامور. وانا نحبذ ناخذ من عندهم حتى بالغلاء اللي معناتها على الطرقات اللي بيعوا مساكن تحت الشمس وكل شيء، ماذا بيا ناخذ من عندهم. محليها ثنية ومحليها تونس كما شفتوا. مشينا عام السنة السوسة للساحل المستير الكابون مزيت بالطبيعة بلاصة واحدة. إن شاء الله في الفيديو القادم باش نهبطها إن شاء الله في قادم الأيام، زادت تعز على قلبي ياسر. تعرفوا نمنتج حديث اليوم المنتج في الفيديوهات عشوية سبت تعمل 66 كيف ملا نسمة ملا هي كنا مستحشينها على الاخر بالعمل. واحد مش فاهم روحه معناتها فصل الصيف ولا لا. الحق تحلو الحياة كان في النسمة اللي كيفنا هكاك، نسمة صيفية باهية ممتعة من شرحة. الحق عنا توا يمكن نهارين ما شغلناش المكيف او الكليماتيزور،
فمحليها الانتعاش شنو سببه معناتها شونجمون هذا في الكليما، وزيد كيف اللي ماناش نشغلوا في المكيف معناتها الكليماتيزور، فيبدا البدن هكا فرشك على الاخر، خاطر تعرفوا واحد يبدا يبات ويصبح مع المكيف ويمشي زاد يخدم يحط المكيف، فقدش منها الكبده اللي هي الموتور نتاع البدن والكلاوي، فواحد يحس بخمول والعياذ بالله. نتصور برشا ناس كيف هكا. اهو كان نصور لكم في كل رامبوا معناتها الميزه نتاع البلاد اللي خلطنا لها، كيما المغزل، كيما معناتها ساعات تلقى عنقود عنب. انا نخلي لكم الاكتشاف، معناتها اكتشفوا قد ما نوري لكم انا معناتها بالتصاور اللي موجوده بالطبيعه، هاتف مالو الا حاجه هكا متواضعه على الاخر. وتوا كيف نمنتج هكا لاحظت حاجة فيا، كيف نمنتج حاجة هكا بعيدة شوية في الوقت، ننسى اللي أنا معناتها يعني كتراجي اللي عملته كل شيء شفتوا هكا والله عيب معناتها واحد ياكل ويطيش هكاكا. فمن الأحسن بلي اللي يلقى في روحه هكا أكل وازع، مش نقول الديني معناتها، أكل يلقى في روحه هكا ما تحب الوطن، كي يلقى كيف هكاكا يحط في ساشي كحلة وطيش في أقرب بوبيلة. صحيح لما حالة هو الشط هذا مش محروس من البلدية وغيره معناتها غير آمن، لكن نظيف معناتها غير آمن، مش معناتها راهو في الحراسة فقط، لكن هو نظيف خاصة للناس المستكشفين، للغواصة، للصيد. كيما شوفوا هالموجة كيفاش تعمل 66 كيف معناتها محليك بالحق. بلاد مزيانة تونس، ان شاء الله ربي معناتها يحفظها من كل سوء وربي يجريها على السلاح. محليهم هالمناظر معناتها قد ريت الكاميرا متاع البورتابل معناتها ظالمة البحر. معناتها انا يعني نستدعاكم تجيوا بالحق تكتشفوا الشطوط التونسية مهما كان البلد اللي انت تعيش فيها، سواء داخل ولا خارج الجمهورية، تكتشفوا البحورات هذه اللي ما يعرفها حتى حد زاده، خاطر ثم بحورات بالحق ما يعرفوهاش الناس، وخسارة ما هيش معناتها مأمنة كما ينبغي، معناتها بعيد عليها قولوا احنا المرافق الصحية وغيره. لنا يوفى الفيديو متاعنا، لا ما يوفيش وفي الفيديو السابق دخلت بعدي، لأني هكا حبيت نوري لكم هكا أكثر الموج كيفاش الصغيرات لعبوا. لما حالا نحب ننوه اللي هو البحر غرق شوية، لكن ما فيهوش المهارس عفوا وكالكري انتي اللي نعرفوه كل شيء الحق ليه، لكن ماذا بينا الحذر خاصة كي تهزوا صغار كيما هكا، ماذا بيكم ديما واقفين. القعاد لا يتعوموا معاهم يا مش لازم منها المشي. كيما تشوفوا تنجم تهز سنارتك وتصطاد. نسيب الكتب من الأسماك موجودة وبوفرة ونظيفة وعال العال. لهنا هذه عرس ابارامون حمام زاده في تقريبا في بني خيار، عملنا هكا بحويسه. هذه راهو في نهار اخر خاطر عاودنا رجعنا، هذه في نهار اخر مشينا زاده من طريق اخرى التزركه. مرة هذه مشينا لك الشاطئ المحروس زاده محليه تحفون يعمل 66 كيف العباد محليهم مؤمن، فيه الأمن والأمان الحق ومريقل. لأني حبيت هكا يعني يعني نونسكم وتونسوني بشوية هكا فروحات، إن شاء الله ربي يفرح الناس الكل. لقيناها على الطريق كيما تشوف هالمناظر الطبيعية الخلابة. قلت التليفون بطبيعة ظالمها، وبطبيعة الجري هكا في الطريق باش نجموا نخلطوا هكا كميم على تبحيرة وناخذوا وقتنا، خاطر خرجنا لهنا مع 4 متاع العشية من الدار، وكانت تراجي بين فوشينا والبحر تزركة حكيت ساعة ونص يمكن أقل، خاطر احنا قعدنا هكا نعملوا في جولات وخذينا حاجات هكا من وسط البلاد، وكملنا هكا من بني خيار ذولي قعدنا هكا شوية، وبعد كملنا هكا نتفرجوا هكا على اليمين وعلى اليسار في الأراضي في كذا وكالدردشة هذيك اللي معناتها يوم صاب عندي دار على البحر ما صاب كذا، لكن روابط الشغل والعمل والأهل والمالي بتبيع ما نجموش كان كل واحد باش يمشي للساحل، بقيت البلاد شكون معناتها باش يخدمها ارتباطات عائلية وغيره، وربي يبارك في ترابك
بك يا تونس. ولهنا نوصلوا نهاية الفيديو. في موعد قادم إن شاء الله ينجم يكون من تزركة. هذا هو الشاطئ الآمن متاع تزركة.